بسم الله. في بداية الفيديو هندعي لإخواتنا في كل بقاع الأرض، هندعي لإخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا إن ربنا ينصرهم ويرجع لهم أراضيهم، ونرجع نشوف على الخريطة تاني مكتوب اسم فلسطين. الكلمتين دول بنقولهم دايما في بداية الفيديو، فأنا عايزك لا تكل ولا تمل من الدعاء لإخواتك، عشان إحنا لا نملك إلا الدعاء. فأنا بذكر نفسي وبذكرك اللي إحنا ندعي لإخواتنا وما ننساهمش وما ننساهمش وما ننساهمش. من يومين او تقريبا امبارح عملت لك فيديو على ديدي، النهارده اعمل لك فيديو على اوبر. بقول لك ايه، ادخل شوف. ورجعت لك تاني، ومش معنى ان انا بطلع اتكلم على ديدي او بتكلم على اندرايفر او بتكلم على اي برنامج مش هطلع اتكلم على اوبر اللي انا شغال عليه، لا بالعكس. طول ما انا شايف سلبيات في اي برنامج هطلع اتكلم عن البرنامج دوت، حتى لو البرنامج دوت هو مصدر لاكل عيشي. احنا بنتكلم على السلبيات، لعل وعسى لعل وعسى يبقى في استجابه او في نتيجه والامور تتحسن او الامور تتغير، لعل وعسى يعني. بس هو ده ما بيحصلش، بس احنا قاعدين بنتكلم وبندردش مع بعض وبنذكر بعض واللي عنده معلومه بيقولها للتاني. يعني الدنيا مش حكر على حد يعني، الموضوع سهل والموضوع بسيط. فانا عايزك تكمل معايا الفيديو للاخر. لو اول مره تشوفنا تعمل لي لايك، سبسكرايب للقناه عشان يوصلك منا كل جديد. زي ما كلمتك على ديدي وقلت لك ان ديدي اسعارها بخس وديدي بتبعت مشاوير تعبانه، اوبر برضو فيها نفس الكلام. يعني انا ما بشيلش اوبر من الموضوع، لا بالعكس، ده اوبر فيها نفس الكلام. وخلي بالك، اوبر في المناطق النائيه او المناطق اللي هي الطبقه العاليه شويه بتجيب لك رحلات باسعار بخس جدا، مش عارف ليه، مع ان انت اصلا الناس دي معاها تركب. والعكس صحيح، في المناطق العشوائيه تلاقيها كلها ريت وكلها ضرب في اتنين وفي تلاته عشان الطلب بيبقى كتير. ماشي، طب ما انت عندك المناطق ديت اللي هي النائيه، الناس دي معاها فلوس اصلا. فانت لما تجيب له مشوار 10 كيلو ب 40 جنيه، ايه 40 جنيه دي؟ ده ما جابش تمن علبه السجاير اللي هو بيشربها. يعني ال 40 جنيه ما جابش تمن علبه السجاير اللي هو بيشربها، اه والله العظيم. فلما حضرتك تجيب لي مشوار 22 كيلو ب 106 وحاطط لي جنبها علامه الريت اللي هو اللي انا كلمتك عليه قبل كده، قلت لك اوبر بتعمل ريت وهمي، وعملت لك حلقه قبل كده. يا كابتن تابعني، يا كابتن تابعني عشان تستفاد وانا استفاد وكلنا نستفاد. قلت لك ده ريت وهمي، فانت لو كابتن جديد اوعى تتخمم بعلامه الريت تقول ايه ده، اوه ده ريت. امال هو يا صاحبي لو مش بريت كان هيجي لك بكام؟ يعني كان هيجي لك المشوار 22 كيلو ده كان هيجي لك بكام؟ يعني ب 70 جنيه. يا هو اصلا ده المفروض مش قيمه المشوار الحقيقيه، فهو حاطط لك علامه الريت عشان يخمك. بالذات الناس اللي لسه داخله جديده بعربيات 2004، خلي بالك. احنا ناس قديمه في الشغلانه بنقول لك خلي بالك، مش احنا كنا من الكلام ده كتير. ولما يبعت لك رحله 24 كيلو ونص ولا 25 كيلو وحاطط لك برضك عليها علامه الريت ب 126 جنيه، فين الريت يعني فين الزياده بس؟ يعني يا اوبر قول لنا فين الزياده، فين الريت؟ لا انا اعرف الريت دوت. لو مثلا مشوار 22 كيلو مثلا تجيبوا لي مثلا ب 140 ب 150، اعرف اللي هو كده، هو كده في ريت، هو كده في مكسب، كده المشوار عالي. لكن جابوا لي ب 106، انا كواحد من الناس لما بشوف الريكوستات دي والله العظيم ثلاثه، خلي العميل واقف على الارض، خليه يزهق. هيزهق وهيروح لشركه تانية، فانت كشركه انت اللي خسرانه عملاء. انا عندي كباتن كتير، ماشي، واحنا عارفين انت عندك كباتن كتير، ايه المشكله؟ ما احنا برضك في برامج كتير. يعني انت عندك كباتن كتير واحنا عندنا برامج كتير. هي فين شنط رمضان؟ انا مش عملت لكم فين شنط رمضان بتاعت الكباتن؟ احنا والله العظيم ما محتاجين، بس احنا عايزين حاجه معنويه ترفع من روح الكابتن. يعني انت لما تبعت للكابتن 150 جنيه في دخلة رمضان هيأثر معاك في حاجه؟ لا والله مش هيأثر معاك في حاجه. بدل الريت اللي انت بتبعته لي، ابعت لي 150 جنيه فرحيني. انا عايز فلوس، بص فلوس من اللي بتنزل دي، ايوه، عايز امسك فلوس من دي. ايه يا اوبر، في ايه؟ في ايه؟ فملخص الفيديو عشان مطولش عليك، خلي بالك يا كابتن من الريت الوهمي. في حاجه اسمها ريت وهمي اوبر بتعمله لك، اوعى تنخدع فيه، واوعى تشتغل بخساره في اي برنامج. حافظ على عربيتك، القطع لغايه دلوقتي مش بالساهل. حافظ على نفسك، حافظ على انت، كفايه قعده ظهرك دي يا صاحبي.
فبلاش الخطف يا جماعه، بالله عليكم بلاش الخطف. هو كده كده اصلا في ركود، فبلاش الخطف. في تأني بقى، تأني كده، خلي عندك تأني كده. وخلي بالك رزقك هيجيلك. انت ربنا كاتب لك النهارده جنيه، هتاخد الجنيه من غير خطف. ما تشتغلش بخساره يا كابتن. اعمل ايه تاني؟ اطلع في الجراج واقولها لك؟ يا كابتن ما تشتغلش بخساره. هو ده اللي انا عايز هو ده ملخص الفيديو، هو ده اللي انا عايز اوصله لك. بس ما دام وصلت لحد هنا، يبقى تصلي على النبي وتذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. مش هقول لك بقى تعمل ايه، بقول لك ايه، سلام.